تخيلوا لو يسوع كان اتولد في النيل. يا لهوي على بتوع البنيوية اللي كانوا هيعملوه فيه. بستغرب قوي في قصة الميلاد ان ليه يسوع قرر ان هو يتولد في مزود؟ طب ما كان ممكن يتولد في اي مكان تاني يليق بيه. لا، والغريبة كمان ان هو اتولد في حتة يعني صعبة جدا، اتولد في مدينة اسمها الناصرة. وعشان اعرفك الناصرة ديت ايه تخيلك عنها، ان في حد من التلاميذ قال كده ان من الناصرة يخرج شيء صالح. اوقات كتيره بنبقى مكسوفين من المنطقه اللي احنا اتولدنا فيها او من عيلتنا، وللاسف احنا موجودين يعني في مجتمع بيخلينا كل شويه نحس ان احنا من منطقه اقل، وان احنا محتاجين نعمل مجهود زياده علشان نكون في حته احلى. فتلاقي كل شويه كده بيطلع حاجات كده زي مثلا ان الناس بقت من ايجيبت وناس بقت من مصر. انت اكيد فاهمني يعني. المهم ان انا عايز اقوله لك دلوقتي يعني انك انت ما تتكسفش من اي حاجه انت بتتكسف منها دلوقتي، لان ملك الكون ده كله تخيل قرر كده ان هو ينزل على الارض ويكون في صوره حد متواضع فقير ما عندوش مكان، اتولد في مكان وحش قوي، عيلته مش احسن حاجه. في ايه حلوه بقى اتقالت عن يسوع، اتقال ايه بقى؟ انه يقدر ان يعين المجربين. ليه؟ علشان هو عدى بحاجات اسوأ من اللي انت عديت بيها بكتير. بس اعمل لايك وفولو واستنى الفيديوهات الجايه.